السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الطريقة كيف تصايب هاد العلافة ديال الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة. والعلف اللي كنعطيهم كنخلطو مع النخالة باش كيتسقى علف رخيص. هذا الفيديو مهم بزاف للمربين ديال الدجاج. نبداو الفيديو على بركة الله. اول حاجة كنشدو بحال هاد القادوس كيكون مهرس، كيكون موجود يعني اي واحد يقدر يكون عنده، ولا كتجيبو من الجوطية وكتقسمو على النص، وكتجيب هاد جوج قنينات هادو جوج قراعي كتقسمهم يعني كتخليهم غير الكاع. كتشد اول حاجة الجهة ديال القادوس كتلبسها هذيك القرعة اللي حسكتيها، وبنفس الطريقة الجهة الاخرى قرعة مثلا ديال 5 يطرو كتشدها كتحسكها على النص، وداك النص اللي فيه الكاع كتلبسها للقادوس باش مكيتشتش العلف، مكيضيعش العلف من الحواشي ولا من الجوانب ديال القادوس. صافي بهذه الطريقة كنركبو القنينات بجوج. كيبقى الطريقة كيفاش غادي نعلقو باش يكون يعني مرتفع على السطح ديال الارض. كنديرو واحد جوج ثقاب ديال من هادوك القنينات المحسوكين باش غادي يتعلق من الحواف ديالو. الا لاحظتو يعني ديك القرعة ديال 5 يطرو اللي من الهين راه ديجا انا موجدها داير فيها الشميطة، بقى غير هاد القرعة الليمونية هي درت فيها واحد الثقب ودرت فيها شميطة. صافي بنفس الطريقة غادي ندير شميطة في الجهة الاخرى. ومن بعد يعني غادي نربطو دوك الشميطات ولا القنبات غادي نربطوهم في العمود ولا السقف ديال العشة. كنربطو للجهة الاولى ونربطو الجهة الثانية وكيجي على هاد الشكل هذا، يعني مزيان باش الدجاج ما كيضيعش العلف. كيقدر الدجاج ياكل من جوج ديال الحواف، يعني كيقدر بزاف ديال الدجاج ياكل في طاقة واحدة، مكيبقاش كيتزاحم على العلف بزاف وما كيضيعش العلف. هذا هو النتيجة النهائية. دابا غادي نمشيو نوجدو العلف اللي هو عبارة على نخالة وازولا. هذا هو النخالة في السطل، وهذا هو نبات ازولا. بالنسبة اللي ما عارفش نبات ازولا كينمو على سطح الارض ولا سطح الماء عفوا. كدير واحد 20 سنتيم ديال الماء وكتزرع هاد النبت هذا، يعني الشكل الوحيد ديالها راه هو هذا، يعني ما كاينش يزرعها، كاين غير الربيعة بحال هاد الشكل هذا، وهي اللي كتكتر نيت وكتزرعها في الاول. كتبقى غير كتكتر من سيمانة لسيمانة، كتقدر كتضاعف. مثلا زرعتي 10 كيلو كدور السيمانة كتولي عندك 20 كيلو في داك الحوض. بالنسبة للزراعة ديالها راه كيلو في المتر مربع. بالنسبة للسماد كتدير لها تسميد، اما سماد عضوي ولا سماد كيماوي. وكما كتشاهدوا بعد ما خلطنا الازولا بالنخالة تقريبا راه كتوفر لكم 50% ديال العلف عطيناها للدجاج. وكما كتشوفوا راه يعني العملية راه مزيانة. دي الطريقة ديال صنع العلافة بطريقة بسيطة، وكذلك وريتكم النبتة ديال الازولا. الا بغيتو نتكلم لكم على الطريقة ديال الزراعة ديال الازولا والطريقة ديال التسميد خليوه لي في لي كومونتير باش نبداو ان شاء الله واحد السلسلة ديال كيفاش تزرعوا ازولا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا اشتراك باش تشوفوا الفيديوهات الجايين، ديروا اعجاب بالفيديو باش ينتشر لاكبر عدد ديال الناس، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.